أهلا وسهلا فيكم يا جماعة بخبر اليوم. مقتل طبيب محمد علي أيوب طبيب الأسنان من الطائفة العلوية في ريف اللاذقية في قرية قسمين، عن عمر 25 سنة، داخل عيادته بطلق ناري في الرأس. يذكر أن الشاب المغدور بين قوسين وحيد لوالديه وهو من أبناء قرية قسمين. طبعا هيك اجى الخبر وهيك نقلته وسائل التواصل على الفيسبوك وتداولته الصفحات بين قوسين العلوية، الطائفة العلوية. فهل صحيح انه قتل بأيادي مغدورة مثل ما بقولوا وبطلق بالرأس كمان داخل عيادته، ولا في حقيقة أخرى؟ خلينا نشوف. أول شي لو رحنا بحثنا عن اسمه بالفيسبوك راح نلاقي ما شاء الله الطائفة العلوية جماعته عم بتنقلوا الخبر يمنة ويسرى، وبدأوا يتلطفونه ويعملوا حالات عليه. وهاي عمار الديك كمان قالك إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى إليكم نبأ وفاة ابن صديقي الفنان محمد أيوب. حلو. وهاي في عندك صفحة دردشة ساحلية أو دردشات ساحلية. شو كاتب؟ استمرار التطهير الطائفي للعلويين من قبل عصابات الجولاني. وفاة الشاب علي أيوب وهو دكتور أسنان وحيد لأهله بطلقة في الرأس في العيادة. وحطت لي هون 1000 هاشتاج من بيناتهم عبر ناشد الأمم المتحدة والمرصد السوري ومركز توثيق الانتهاكات، وأوقفوا التهجير الطائفي وأوقفوا الخطف والاضطهاد. وهون واحد كاتب لك بالتعليقات، واحدة اسمها كارلا كاتبة: إلى متى هذا الاستهتار بدمائنا وأرواحنا وأعراضنا؟ يا لطيف يا حرام. ولو رحنا كمان نزلنا تحت راح نروح نشوف الأخبار. واحد حطت لك صورة، واحد حطت لك كمان حالات عليه. وهون كمان واحد اسمه لؤي كاتب لي: استشهاد الطبيب علي محمد أيوب، استشهاد. حلوة هاي. البالغ من العمر 25 عام بعد أن وجد جثمانه داخل عيادته في قرية قسمين في ريف اللاذقية. علي شاب وحيد لأهله، أيوة، ومن فترة قريبة فقط متخرج من كلية طب الأسنان. تمام ماشي. إيش كاتب تحت؟ ليستمر مسلسل الانتهاكات والعنف الطائفي لأرواح الشهداء، التحية والخلود. واحد تحت كاتب اسمه مازن، شوفوا لي يا جماعة شو كاتب: قتلتوا كل شي حلو بحياتنا، الله لا يسامحكم. عن جد. حلو. هاي صفحة تانية أو شخص آخر كاتب لي: إبادة العلوية مستمرة، العثور على الطبيب علي محمد أيوب البالغ من العمر كذا 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 داخل عيادته، حيث قامت سلطة الأمر الواقع الفاشية الجهادية بقيادة أبو محمد الجولاني أحمد الشرع بقتل الطبيب العلوي الشاب علي محمد أيوب لأنه علوي. أول شي قبل ما يا جماعة ما أقولكم سبب الوفاة، خلينا نفكر بالخبر. هن عبقولوا إنه اجوا أشخاص فاتوا وقتلوه، تمام؟ حلو. طب وين صورة الأشخاص؟ معقول ما حدا صورهم؟ معقول ما حدا شافهم هيك ولو بالصدفة؟ معقول ما في كاميرات؟ طب هن كم واحد؟ طب هل هن من الأمن العام، من الدولة؟ يعني الدولة هي بعتهم حسب كلامهم. طب شلون عرفت؟ ما انت عندك اطلاع صح ولا لا؟ ما في. عندك صورة؟ لا ما عندي صورة. طب عندكم أدلة؟ لا ما في أدلة. طب شلون هيك عم ترموا الدولة بهاي التهم؟ لا نحن خلصنا، هي سلطة الأمر الواقع، وهي دولة فاشية، وهي دولة طائفية وضد العلوية على حكيهم. فشو سبب الوفاة يا جماعة؟ كل القصة بكل بساطة إنه هي عنا صفحة اللاذقية 66,000 متابع لها، تمام؟ موقع ويب منوع وأخبار البلد منكم ولأجلكم في اللاذقية. شو كاتبين؟ هذا المنشور اليوم: توضيح حول حادثة مقتل الطبيب علي محمد أيوب. بعد الكشف عن مكان الحادث وأخذ الأدلة وأقوال أهالي المنطقة، ركزوا، أقوال أهالي المنطقة، تبين أن محمد علي أيوب قد أقدم على الانتحار بواسطة مسدس وليس كما يروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يعني لا قتلوه ولا حدا أجى عنده ولا أيادي غادرة ولا عصابة الجولاني ولا هذا الكلام الفارغ. الزلمة ممكن حسب ما سمعت أنا، يعني مو كلامي، أعتقد شوفوا ليش منتحر. يعني حسب ما سمعت إنه خطيبته أو كني حبيبته حيزرت على الانستغرام، فالزلمة راح انتحر، أو ممكن كره حياته، أو شوفوا يعني شو السبب، أو ممكن كان حبيب من طرف واحد فكره حياته، والزلمة قال لك خلينا انتحر عشان أريح حالي وأريح العالم مني. يعني في كتير أسباب الناس تناقلتها، هذا كلام طبعا أنا بنقلكم إياه، أنا مجرد ناقل الأخبار. فحبيت أخبركم بالحقيقة، لأنه كتير صار في لغط على الفيسبوك، والكل عم بتهموا الدولة أو الأمن العام إنه هن قتلوه، أو السنة يعني بشكل عام، وكله كلام فارغ. مجرد حادثة عادية، بس إنه كبروها واستغلوها لها صالحهم. وأتمنى يا جماعة يكون الفيديو يكون عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة مشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.